ازيكم؟ بنتكلم عن الجو بشكل عام، والناس كلها واخدة فكرة ان الجو في امريكا جو صعب، يعني بالذات في الشتاء. هو طبعا جو صعب، مش هنقول ان هو يعني صيف زي مصر بيبقى موجود، بس بتكلم ان هنا النظام بيكونوا شغالين بحاجة اللي هو التدفئة. والتدفئة دي بتكون موجودة في البيوت كلها، في الشركات، حتى في العربيات. فانت بشكل عام مش بتحس بالجو التلج اللي انت واخده عن امريكا. لما احنا كنا في مصر عارفين امريكا تلج، يعني شغل دببة قطبية. لكن حقيقة هتلاقي اني انا معظم الوقت لا اما بقضيه لا اما في البيت، لا اما في الشغل، لا اما في مشوار، فبكون راكب العربية. فمعنى الكلام ده انا مش هكون قاعد في الشارع، مش هكون ما هو يعني بمشي في الشارع كتير او بحتك بالشارع. يعني مثلا زي دلوقتي كده، احنا دلوقتي حاليا في شهر واحد او اواخر شهر واحد، خلاص داخلين على فبراير. فالجو هنا صعب، الجو صعب جدا، كدرجة حرارة بيوصل بيه يعني بالدرجة المئوية سالب 18 وسالب كمان 20. معنى كده ان يعني احنا معديين الفريزر. لكن ما نحسش بالكلام ده غير لما الواحد بيطلع بره، بس بيحتك بالشارع، اللي هو المسافة اللي مثلا من بيته للعربية او للشغل او الكلام ده كله. يعني كمثال عملي، انا مثلا دلوقتي في العربيه ولابس صيفي تمام، يعني لبس خفيف، باخد جاكيت طبعا عشان اطلع بره عشان اتجل او كده. لكن تعال بقى نشوف الجو بره ازاي، يعني الجو دلوقتي بره شكله ازاي.